فيه مرض نادر اسمه جونتر بيسبب فقر دم وحساسية جلد وضعف نظر وضعف سمع كمان، وبيقولوا انه اصل مصاصين الدماء، والمريض بيحتاج دم بصفة مستمرة في اليوم، ومن الصعب انه يعيش كتير. وفي احد البيوت المهجورة فيه 2 حرامية أليكس وتوني رايحين للبيت المهجور عشان يلاقوا فيه حاجة يسرقوها، واقتحموا المكان. وقرر أليكس يستكشف البيت من فوق، وجوني صديقه هيستكشف من تحت، وانقسموا عن بعض. وأليكس بيلاقي ألعاب أطفال وكتب غريبة بتتكلم عن مرض جونتر، وعمال بيضحك. وجوني سمع صوت غريب ومصدره من باب أغرب، ولما يقرب عليه سفاح هجم عليه، وسمع أليكس صراخه وشاف السفاح وقرر انه يستخبى. وكل ده حصل في دولة إيطاليا، الدولة التاريخية الجميلة، وفيها بنت أمريكية اسمها تريس مهتمة بتصوير الأماكن القديمة، ومعاها صديقتها بيترا اللي مش مهتمة بالتصوير. وتريس بقالها هنا 4 شهور، وفاضل على عودتها لأمريكا 10 أيام، وهم عندهم ميعاد مع أصدقائهم فينجينسو اللي معجب ببيترا وطول الوقت مركز عليها، وهي كمان بتحبه. وتريس ملهاش في الكلام ده ومهتمة بمستقبلها وبس، وبتحلم تبقى مصورة مشهورة. وجاك مستغرب من جديتها، ويقول لها هو وفينجينزو انها لازم تروح للبيوت المهجورة حوالين تلال مدينة تورينو، وهتلاقي حاجات جميلة وبيوت مهجورة جميلة تصورها هناك. وعجبها الاقتراح، وهتروح هي وبيترا لهناك، وعندها امل تصور حاجة ممتعة وتاريخية قبل رحيلها من ايطاليا. وعمالة بتدور على بيت قديم اثري مناسب، وبيترا زهقت من كتر التدوير. وتريس تقول لها هي لازم تتحمس معاها، وهي بتكافح لتصوير حاجة مميزة تخليها مصورة مشهورة، لان ده حلمها. وبتوصل عربية غريبة لأحد البيوت، وبينزل منها راجل أغرب وهو بيجمع أكياس الدم من الناس، وراح لبيت ست عجوزة ووافقت على التبرع بدمها في مقابل الفلوس، وهي ست وحيدة ومحتاجة الفلوس. وشاف تقرير الدم بتاعها الأول عشان يتأكد ان دمها سليم 100% وما فيهوش أي أمراض. وجهزت الست نفسها، وكمان الراجل الغامض جهز ادواته ومعداته الطبية، وهو فاهم شغله كويس، وملا كيس كامل من دمها واداها فلوسها. بس هي مش راضية وعايزة اكتر، وتهدده انها هتكلم الشرطة. والفكرة اصلا انه سفاح ولقبه سفاح الدم، فاتضايق وراح جاب حبل وخلص عليها لانه ما بيحبش حد يهدده. وتريس وبيترا لقوا اخيرا بيت مهجور مناسب ليهم، وشكله عجب تريس من بره، وهتروح عادي تصوره. وبما انه مهجور فمحدش هيمنعها انها تدخل وتصور، وما عندهمش وقت يسألوا على حد في المكان. وراحت بيترا معاها، وفيه عربية غريبة قدامه، وهو البيت اللي فيه سفاح، وفيه راجل عجوز مراقبهم. وعمالة تريس بتصور في البيت اللي عجبها، ومش مكفيها تصويره من بره، هي عايزة تصوره كمان من جوه. وبيترا شايفة انه خطر لحسن يكون في حد جوه، بس تقول لها تريس كلها 10 ايام وهتسيب ايطاليا، ولازم تساعدها وتنفذ لها اخر طلب ليها منها. ولما دخلوا البيت الراجل العجوز قفل عليهم الباب بالقفل، وكلهم منبهرين بالبيت. وجهزت تريس ادوات التصوير، وهتروح بيترا تستكشف البيت وتلاقي حاجة مفيدة. وتريس لما تخلص تصوير هتنادي عليها، وتريس بتسمع اغاني ومش هتسمع اي صوت في المكان خالص. وبيترا بتستكشف تلاقي نفسها داست على فخ غريب بيعمل صوت ومش عارفة ايه سبب وجوده. ولقت صور لعيلة السفاح اللي كانت ساكنة في البيت ده، وانه مصاب بمرض جونتر ونسب شفائه مستحيلة. وتحس بحركة وراها، ولما تتأكد تلاقي السفاح وخلص عليها لاقتحامها بيته. وتريس خلصت تصوير وشالت السماعات وتنادي على بيترا وما تلاقيش رد. ولما تروح تتأكد تشوف السفاح وهو بيشد جثتها بعد ما قتلها للمخبأ بتاعه، وتسمع صوت جرس غريب شغال، وهي مش مصدقة نفسها ومش لاقية اي مخرج موجود في المكان خالص، وهي بقت محبوسة مع السفاح. فراحت تكلم الشرطة وقالت لهم على العنوان في بيت رقم 15، ولما تيجي تقول لهم على اسمها تشوف السفاح. والتليفون وقع، ولما تجري تقع في فخه ونضارتها وقعت، ولما قرب عليها شغلت عليه كشاف الكاميرا ونجحت توقفه لان نظره ضعيف اصلا، وتهرب بسرعة والمنبه اشتغل. والسفاح رجع مخبأه وهي مش مصدقة نفسها من اللي حصل. صديقتها بيترا اتقتلت، وكمان فيه سفاح مشوه غريب بيتبعها، وهي محبوسة في
المكان ومش هتعرف تخرج، ومش عارفة الشرطة هتيجي ولا لأ. وفجأة تلاقي باب اتفتح من وراها وحد خطفها وحبسها معاه، والشرطة في الشارع، والشرطي أنطونيو بيعمل مخالفات للناس عادي. وصديقته الشرطية لاروه في العربية جالها البلاغ، ولازم تروح هي وأنطونيو ويتأكدوا من البيت رقم 15 في منطقة تورينو المهجورة. وهم مستغربين ازاي بلاغ يجي من هناك اصلا وهي ما فيهاش حد. والشخص اللي خطف تريس هو أليكس الحرامي، وحبسها معاها عشان يحميها من السفاح، ويقول لها كل لما المنبه يرن السفاح بياخد استراحة ومش عارف ليه. ولما قتل جوني عمل كده واستخبى هو منه وما يعرفش مكان للخروج، وهم محبوسين هنا. وكان فاكر البيت ده سهل للسرقة، بس طلع غلطان، وأملهم ان الشرطة تيجي وتعرف تنقذهم. والشرطة وصلت واستغربوا من العربية السوداء الغريبة، والمكان ما فيهوش آثار اقتحام خالص، والباب مقفول والدنيا هادية. ولكن تشوف لاروه راجل عجوز غريب مراقبهم، فتستغرب وتسيب أنطونيو وتروح تتأكد منه. وراحت وقفته ويقول لها ان اسمه برونو، وهو كان عنده فضول يعرف الشرطة بتعمل ايه في المنطقة المهجورة هنا. ولما تسأله على البيت رقم 15 لو شاف حد دخله، يقول لها محدش دخل هنا خالص، البيت ده مهجور من سنين لما العيلة كلها ماتت وهو ما يعرفش ابنهم فين. والعربية السوداء اللي عند البيت هي عربية السباك اللي ساكن اخر الشارع، وهو دايما بيركنها هنا، وهو ساكن بعيد وكان بيتمشى هنا. وشك أنطونيو في العربية وخد ارقامها للتأكد، وبما انهم ملاقوش حد هنا خالص فالشكوى كانت مش حقيقية، ومشوا من المكان وتأكدوا ان الراجل العجوز بريء. وسفاح الدم بينقل دم من نفسه هو كمان وبيخزنه في اكياس. وسمع التليفون بيرن ويلاقيه العجوز الكذاب برونو صديقه، ويقول له فيه شباب في بيت عيلتك وانا قفلت عليهم وتعالى عشان تصطادهم. وراح السفاح يجهز سلاحه عشان لو احتاج يستخدمه. وفي البيت وأليكس وتريس يائسين تسمع تريس صوت تليفونها اللي وقع، وتقول لأليكس هي لازم تروح له ويكلموا الشرطة تاني، وهي نظرها ضعيف بدون النضارة اللي وقعت منها، ولو خرجت هتموت وهو يتحمل ذنبها، ومش هينفع يفضلوا مستخبين هنا طول حياتهم. وقرر يخرج هو ويجيب لها التليفون. ولما خرج يلاقي الدم في كل حتة من جثة بترة، والسفاح سمع التليفون وكسره، وشافه أليكس وكده مهمته فشلت. وهو ماشي وقع في الفخ الصوتي للسفاح فراح يستخبى. والسفاح لما جه حدف أليكس علبة معدن بعيد عنه عشان السفاح اللي سمعه ضعيف يروح عليها، وأنقذ أليكس نفسه. وهو بيدور لقى نضارة تريس ويحاول يرجع لها بهدوء، ولكن السفاح بيكون شايفه بنظره الضعيف الابيض والاسود وهيتبعه وهيعمل له فخ. وبالنسبه للشرطه فالشرطي انطونيو مستغرب من المجنون اللي يسيب مفاتيح عربيته جوه العربيه زي العربيه السوداء اللي عند البيت المهجور رقم 15، وحاسس ان الراجل العجوز كلامه مش صادق. فراح كلم الاسم عشان يتاكدوا من ارقام العربيه السوداء دي، لانه حاسس ان الراجل العجوز ده وراه سر مظلم. وتريس تلاقي فجأة الباب خبط وأليكس بينادي عليها، ولما تروح تفتح له يديها النضارة ويقول لها التليفون السفاح بوظه. ولما تلبس النضارة يكون أليكس عمل آخر حاجة حلوة في حياته، والسفاح هجم عليه وخنقه كمان. وتريس خافت وهربت بسرعة وما قدرتش تساعده لأنها خايفة من السفاح. وسفاح الدم وصل للبيت بتاع عيلته. ولما تريس تحاول تهرب تلاقي الباب الرئيسي بتاع البيت فتح وتعتقد انه تم انقاذها، بس تلاقي سفاح الدم وصل وتطلب منه المساعدة عادي، ويطلع لها مسدسه ويقول لها ما تتحركيش لإما هقتلك، وهو هيخزنها عشان هو محتاج الدم بتاعها. وهي تقول له عايزة تروح لعيلتها، ويقول لها وانا كمان وصلت لعيلتي هنا. والشرطة اكتشفت من ارقام العربية السوداء انها مسروقة ولازم يرجعوا للراجل العجوز ويتأكدوا منه. ولاروه فاكره انه نسي ولا حاجه، بس انطونيو هيساله على طريقته الخاصه ويعرف، وهو شاكك فيه من الاول. ولقوا عربيه السفاح بتاع الدم وكمان باب البيت مفتوح على عكس الاول، والعربيه سخنه واكيد اللي وصل دخل جوه، وهم هيتبعوه. ودخلوا من الباب اللي سفاح الدم سابه مفتوح، وعملوا زي أليكس وانطونيو في الاول، وهيطلع أليكس يحقق فوق ولاروه هتحقق تحت. وانقسموا عن بعض، ويلاقي انطونيو دم كتير في المكان ويشم ريحه الموت.
ولما يجي يبلغ لاروه في اللاسلكي يلاقي سفاح الدم ظهر من وراه وضربه وخلاه يغمى عليه. وسمعت لاروه صوت غريب حواليها، ولما تروح تتأكد تلاقيه صندوق موسيقي عادي، ولكن لما تمسكه حد يمسك رجلها من تحت السرير وهو السفاح المشوه المقنع، وراح خلص عليها ومستمتع من الدم اللي بينزل منها وبيشربه. والقصة ان السفاح المشوه ده مصاب بمرض جونتر النادر، واخوه سفاح الدم بيجيب له دم عشان يستمر وما يموتش. وكل لما المنبه ما يشتغل السفاح بياخد استراحة ويروح يحقن نفسه بالدم عشان ما يموتش. واخوه سفاح الدم مهتم بيه لان كل لما يملك من عيلته وهو المتبقي منهم، واي حد بيقتحم بيته بيخلص عليه وبيشرب دمه. والمرض سبب للسفاح سمع ضعيف، عشان كده بيعمل فخاخ صوت لصيد الفريسة. وكمان عمل له تشوه في وشه. وتريس محبوسة وشافت الشرطي أنطونيو كمان، والشرطية لاروه وهم بيصفوا دمها، والسفاح وهو بيحقن نفسه بالدم. واخوه سفاح الدم مخزن له دم كتير جدا من ناس كتير قتلهم واشترى دمهم عشان اخوه يبقى يشرب الدم ده وهو مش موجود معاه. وراح على تريس وبتترجاه انه يحررها ورفض. ولا أنطونيو بيقول له الدعم جاي في الطريق وهيقبضوا عليك، بس يقول له كذاب محدش هينقذكم مني وانت ملحقتش تكلم الدعم اصلا. ولما راح السفاح المشوه لجثة أليكس اللي قتله عشان ياخد منه الدم يلاقي أليكس مش ميت، هو مثل انه مات مخنوق ومعاه حديدة حادة وطعن السفاح في رجله ووقعه. وأنطونيو كمان نجح يحرر نفسه، وسفاح الدم لقى مسدسه وقع وبعيد عنه، ولقى نفسه محاصر من أليكس وأنطونيو. وكده هو ما عندوش حل غير انه يهرب منهم بسرعة. وراح أنطونيو بسلاح وراه عشان يقتله، وظهر سفاح الدم وتدور معركة بينهم. وسلاح أنطونيو وقع، بس نجح أنطونيو يوصله وثبت سفاح الدم وخلص عليه نهائيا. ومش مصدق عينه من اللي شافه، وإن صديقته الشرطية لاروه بعد ما هم قتلوها شفطوا كل دمها منها. والسفاح المشوه قاوم وشال الحديدة الحادة من رجله وراح جاب سكينته الكبيرة وحرر أليكس تريس وتلاقي أنطونيو. ويروحوا كلهم يحاولوا يخرجوا من هنا ويلاقوا مخرج، وفجأة لقوا السفاح ومتأثر جدا على موت اخوه سفاح الدم اللي كان بيعتني بيه وهيقتلهم للانتقام. وسفاح الدم قفل الابواب ومعاه المفاتيح ولازم يحاولوا يوصلوا لها. وامر أنطونيو تريس وأليكس يستخبوا وهو هيحارب السفاح المشوه، ولما يجي يضربه بالنار يلاقي مفيش رصاص. وسمعوا صوت صراخه لما السفاح خلص عليه، ويقول أليكس لتريس لازم نطلع فوق ونعمل فخ للسفاح، لازم نقتله وناخد المفاتيح ونخرج من هنا بسرعة. وعملت نفسها بتعيط بصوت عالي عشان السفاح يتشد للصوت العالي وجالها بالسكينة بتاعته الكبيرة، وهو بيكون رسميا وقع في فخها هي وأليكس. وظهر أليكس من وراه وحاول يضرب السفاح المشوه ولكن فشل، والسفاح تصدى ليه ومسكه وكان هيقتله لولا تدخل تريس وداست على إصابة رجل السفاح وحس بالألم وسكينته وقعت منه. وراح أليكس مسكها وضربه في راسه بيها وخلص عليه. والسفاح سمع منبه جرعة الدم بتاعته، بس خلاص مش هيعرف يحصل عليها لأنه مات. ولما تيجي تريس وأليكس يهربوا تتصدم تريس لما ما تلاقيش حد حواليها أصلا، وأليكس هو اللي مات من السفاح والسفاح ما ماتش. وده كان تخيل منها وهي محبوسة من سفاح الدم بعد ما نجح هو والعجوز والسفاح المشوه في قتل الشرطة وأليكس، ومثبتينها على السرير عشان ياخدوا منها الدم. وتريس هتحصل أليكس وأنطونيو ولاروه وبترا وجوني وهتموت زيهم. والسفاح المشوه بفضل أخوه السفاح الدموي مستمر في الحياة لقتل أي حد بيدخل بيته، وخلص عليها وخدوا دمها منها. بس كده يا شباب، دي نهاية الملخص.